بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب يجعلنا رمضان سعيد علينا كلنا، ونزيد ما ننقصش يا رب. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. دلوقتي انا بعمل غدا النهارده. هعمل صينية فراخ بالبطاطس والبصل والفلفل الاخضر. دي بطريقتي يعني. والله العظيم عسل، جربوها وهتعجبكم. الوقت انا بقشر البصل. انا غسلت الفراخ الاول بدقيق وبملح وبليمون، ونقعتها تاني بليمون. قلت عمال ما اخلص حبة الحاجات اللي بعملهم دول تبقى ريحتها حلوة وطعمها حلو، مفيهاش ريحة زفار. ايه رأيكم في القلوتين بتوعنا دول؟ جمال صح؟ انا حبيت اوريهم لكم برضو. ال- دلوقتي انا قشرت البطاطس اهو، بعملها زي ما انتم شايفين كده، التقطيعة دي مدورة كده. دي مكة طلعت لي على الترابيزة، تحب توريكم نفسها يعني بالبزازة بتاعتها. المهم وانا بقطعها معاكم اهو، وبقطع البصل طرنشات برضو، وبسيب بصلايه اقطعها اكنك هتسبكي يعني صلصه الحاجه يعني. وقطعت قرن فلفل، دي كان مديها طعم جميل، وقرنين فلفل اخضر من التاني، ده قرن شطيطه. ومطلعه الصلصه اهو، كنت مفرزاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما شاء الله. وهعمله بقى معاكم الوقت يعني. هطلع على السطوح فوق، هعملها في الفرن فوق. و بس بعملها الأول، بلوحها على البوتاجاز بفلفل أسمر وملح وبجوزة الطيب. ب... بص، بالبهارات اللي انتوا بتحبوها في أكلكم حطوها. وبنقوم حاطينها بقى، وبتاخد تلوحة على البوتاجاز، ونحط عليها الصلصة ونطلع فوق. بسم الله ما شاء الله. وبنقوم عاملينها وطالعين بقى على السطوح. كنا جايبين قيسة الجامع، كل سنة وانتوا طيبين، بتاع الحريم. بنصلي في مخصص مكان كده اللي انا بنصلي فيه. حطيتها في الفرن، وقمت غسلت حبة قيسة مع ابني. الجمع جارنا لازق فينا على طول في البيت. ده الوقت حطيت حبة زيت، وسخنت اللي هحطها فيها، هعملها فيها. بقطع الصدر كده بقى عشان منه يشرب من الصلصة. حتى لو بشويها لازم اقطع الصدر زي ما انتوا شايفينه كده. وبخليها بقى تاخد، ما بقلبهاش الوقت لما تاخد صدمة. انا حاطه لها حبة زيت وبحط لها فلفل اسمر اهو، وورق راولة، ولا ورق رورة، ولا ورق غار، مش عارفة انتوا هو اسمه ايه الصراحة. انا اتلخبطت في الاسم. ورق غار، ورق روعة، مش عارفة بقى ايه المصطلح الصح انه. انا لوحتها اهو بالبهارات، وبحط بقى مستكة وكده. وبعدين بحط الفلفل والبصل. في بصلاية لسه ما عملتهاش اهي، دي بخرطها كأنها تعمليها بقى ايه، بقطعها كأنك بتعملي خضار، ولا بتعملي حاجة. تاخد تلوحة في البصل والفلفل، بتخليها ريحتها فظيعة. واسيبها لما تاخد تشويحة مع بعضها، واقوم حاطه لها البطاطس تتشوح معاها برضو. بتبقى جميلة والله العظيم، بتبقى عسل. جربوها كده وقولوا لي رأيكم ايه. هي عادية يعني، مش فيها افتكاسات ولا حاجة يعني، بس حلوة، طعمها حلو الصراحة. وجربوها تعجبكم. الوقت انا حطيت البطاطس اهو، هتاخد تلوحة برضك معاها. اللهم صل وسلم. تاخد تلويحة، وبعدين دي معلقة دقة اللي هي عليها فلفل اسمر وكمون وشطة وكزبرة، وكم يعني التوابل اللي انت بتحبها برضه كده تحطها على البطاطس. تقلبها تقليبة واحدة اهي. ما شاء الله. انا من زمان ما عملتش فيديوهات، معلش والله كنت تعبانة، فاستحملوني يعني، وعايزاكم تشجعوني. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بالنسبة للكومنتات الحلوة انتوا بتبعتوها لي، شكرا والله. ما انا عارفة اقول لكم ايه. انتوا يعني بتخلوني
بتحمس ان انا اعمل فيديوهات، بتبسط قوي باللي انتوا بتبعتولي والله. ربنا يبارك لكم. كده انا غسلت الرز وحط على ملح بقى، وهطلع على السطوحه وانا طلعت اهو. حطيتها في الفرن، واحط الرز على الطباخه برضه الجارو. انا قلت بقى نتسلى واحنا قاعدين على السطوح كده. انا عندي فرن البوتاجاز، بس انا الصراحه قلت واحنا قاعدين فوق بقى نبقى نعمل براحتنا كده. و... والرز هحطه على الطباخ اهو. بالنسبة يا جماعة للي بيقول يعني كلمة تزعل، يعني بتستفادوا ايه؟ بتزعلوا الناس ليه؟ كل واحد وظروفه يا جماعة. انا دلوقتي امكانيات ان انا اصور كده، مش عاجبكم ان انتوا طريقتي ليه تزعلوا الناس وليه تصدمونا كده؟ مش عاجبك طريقتي ما تتفرجيش، كل واحد حر، بس ما تجرحوش الناس. ما شاء الله. يعني لازمتها ايه الغلط ولازمتها ايه نعيب في بعض ونزعل بعض؟ ده احنا في ايام مفترجة، الناس بتدعي بصلاح الحال، وان ربنا يرخي قوت المسلمين ويهدي لنا عيالنا، ويبعد الاذى عن فلسطين. لا، ازاي لازم نجرح بعض عشان نبقى حلوين يعني؟ ولا إيه نظامكم؟ مش عارفة والله انتوا باصين لها ازاي. احنا دلوقتي خلصنا غدا اهو. ما شاء الله، انا شايله سجاد الشقه عشان بنضف بقى تنظيفة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وغسل السجاد. فقلت نتغدى وبعدين نفرش براحتي بقى. ده صينية البطاطس ما شاء الله عسل تحفة، باينة قدامكم اهي. وده المخلل اللي انا كنت مخلله لرمضان، زيتون وليمون وشطيطة. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناة. ربنا يخليكم، وشكرا على كومنتاتكم الحلوة يا حبايبي. ما شاء الله. جربوها بالطريقة دي والله العظيم هتعجبكم. ما شاء الله كانت جميلة والله. انا بغرف بقى اهو. نتغدى بقى ونطلع نكمل اللقيسة بقى على السطح فوق. وادعوا لنا ربنا يصلح حالنا ويصلح حالكم ويصلح حال الناس كلها، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وإن عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. هذا الفراخ كانت دايبة والله، كانت عسل. قلت بقى اما اشوقكم عشان تقوموا تعملوا صينية بطاطس زي دي. والبطاطس مستوية. يلا بطلوا كسل كده، قوموا نضفوا تنظيفة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله. انا هاكل بالشوكة، احنا بتوع شوكة. المعلقة حلو. خلي البساط احمد. دي كان غدانا النهارده يا جماعة. بتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وبتمنى ان انتوا تدعموني بلايك.